السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. بمناسبة رمضان اللي خلاص على الأبواب، ويا رب تكونوا بخير. وبما إننا قلنا رمضان يعني سحور، وعشان أول سحور اللي هو هيكون بعد يومين إن شاء الله، واللي أهم حاجة بتكون متوفرة فيها على أي سفرة هي الزبادي، سواء زبادي فراولة أو زبادي سادة. فعشان كده أنا جايلكوا بأبسط وأسهل طريقة زبادي ممكن تعملها في البيت. وإيه السر في تماسك الزبادي؟ كل ده هتعرفه إن شاء الله، بس كمل الفيديو معانا للآخر. وما تنساش تدعمني بلايك وشير وتتمنى لي من قلبك الخير. ولو اول مره بتتفرجوا عليا فانا اخوكم محمد الشواتفي. فلو ما عملتش اشتراك في القناه انزل اعمل اشتراك في القناه دلوقتي ونورني دايما. المهم انا عايزك بس تبص انا ازاي كنت قالب الزبدايه وما نزلتش اي حاجه، وهو ده الاختبار الحقيقي لها. انكم ان شاء الله بعد ما تخلصوها وتنجح معاكم زي ما نجحت معايا كده وادتني النتيجه الرهيبه دي، هنجرب نقلب الحاجه اللي احنا صبناها فيها. لو وقعت يبقى ما نجحتش، لو ما وقعتش زي ما انت شفته بالظبط في الفيديو يبقى انت كده في التمام وفي السليم. سمينا الله ودقنا وكانت جميلة والله. فلو عايز تعرف الطريقة دي ازاي هتصلي على النبي وتقول بسم الله وتعالى اعرفك عملت العظمة ازاي. هنجيب كيلو لبن او كيلو حليب ونحطه على النار على درجة حرارة متوسطة. ومتوسطة ليه؟ عشان خاطر ما يتحرقش من تحت، او بالبلدي كده ما يشطش، ايهم اقرب. وبالمناسبة انا كيلو اللبن عندي ب15 جنيه اللي هو الجاموسي. انتوا كمان عرفونا في الكومنتات الكيلو اللبن عندكم عامل كام. اول ما اللبن بتاعي هيبدأ يغلي او يبدأ يرفع معايا بالشكل ده كده هطفي عليه واسيبه لحد ما يبرد تقريبا نص ساعة، وهبدأ انزل بصباعي كده فيه. لو صباعي استحمله خلاص، المهم ان هو يكون دافي، انا لا عايزه سخن قوي ولا بارد قوي، هو كده في المظبوط. بأي معلقة عندي او بأي حاجة، وهبدأ اشيل الوش بتاعي كده هحطه في الخلاط. وبعد ما تشيله في الخلاط او في اي حاجة عندك، انا هقولك هنعمل بيه ايه، ما تقلقش مش هنرميه. ملحوظة بسيطة بس وانتوا بتشيلوا الوش ده كده، ما تنسوش تبقوا تقولوا ما شاء الله، عشان خاطر انا مش عارف ليه بس هو دايما الحاجة بتقول كده، فانا قلت اعرفكم المعلومة الخطيرة اللي مفيش حد يعرف يعيش من غيرها دي. بعد ما شيلنا الوش كله هنقسم اللبن بتاعنا على نصين. اللي هو نص هنعمله زبادي سادة، والنص التاني هنعمله زبادي بالفراولة. ولو انتوا ما عندكمش ميزان فهتعملوا زيي. هتجيبوا كده اي كبشة او مغرفة، البتاع اللي في ايدي دي المهم، او كوباية حتى. وهتحط كوباية هنا وكوباية هنا، كوباية هنا وكوباية هنا، لحد ما تخلصي الكمية كلها. بعد ما قسمت الكمية كلها هتجيب الخلاط بالوش اللي فيه اللي احنا كنا طلعناه وقلتلك هنستخدمه في ايه. وهتبدأي تنزلي فيه بزبداية واحدة، زبداية سادة، وعليها معلقتين سكر، معلقتين كبار سكر او معلقة ونص السكر حسب الرغبة. بس انا حسيت اما حطيت المعلقتين كان طعمه مظبوط جدا. بعد كده هشيل شوية من اللبن بتاعي اللي انا كنت سايبه على جنب، وابدأ انزل بيه في الخلاط. وابدأ اشغل الخلاط عندي على اعلى سرعة لحد ما اتأكد ان السكر اللي انا حطيته او السكر الموجود داب تماما تماما مع اللبن ومع الزبادي ومع الوش اللي احنا حطيناه. ولو مفيش خلاط انت ممكن تضربيه بالمضرب اليدوي، بس هياخد منك وقت شوية، فالخلاط بيكون اسرع وبيكون افضل واضمن. بعد ما خلطناهم كويس هنرجعهم تاني مكانهم في نفس البولة اللي احنا كنا واخدين منها. كده احنا خلصنا السادة، نخش في اللي بالفراولة. هنجيب اي علبة زبادي عندنا زي دي كده بالظبط وننزل بيها في الخلاط. اي نوع زبادي مش نوع معين، المهم ان هو يكون بنكهة الفراولة او بطعم الفراولة. بعد ما نزلنا بيه في الخلاط هنبدأ ننزل بالسكر بالمقدار السكر اللي انت تحبه. انا بالنسبة لي بفضل معلقة ونص، معلقة ونص كان مظبوط جدا، معلقة ونص كبار. هبدأ أنزل كده عليهم بشوية من الحليب بتاعي. ملحوظة بس ده النص التاني مش السادة، ها، النص التاني السادة في الإزاز. وكالعادة هشغل الخلاط عندي على أعلى سرعة وأتأكد إن كل المكونات دابت مع بعض وبقت شكلها عامل كده بالظبط. بعد ما خلطتهم كويس هنزل بيهم على الكمية الباقية من الحليب اللي أنا كنت واخد منهم المقدار كوبايتين تقريبا، وهديله تقليبة في السريع كده عشان خاطر أتأكد إن هو كله بقى واحد. هكون مجهز عندي اي كوبايات او اي حاجة فخار عادي زي ما تحب. هتبدأ تصب كل كمية الزبادي اللي احنا عملناها في الاكواب. وعشان خاطر الوقت وانا بصب الزبادي في الاكواب كده ولعت على لتر ونص من المية او 2 لتر من المية. ومش عايزينه يغلي، لا احنا اول ما نحس ان هو خلاص المية بدأت تسخن كده كويس هتطفى عليها وتيجي اقولك هنعمل ايه. المهم بعد ما خلصت الكمية كده بتاعة الفراولة فضل شوية، فدول انا مش هقول لكم انا عملت فيهم ايه، المهم ان هما يعني كان طعمهم جامد جدا. جبت بقى الجزء الباقي وهو السادة وبدأت انزل بيه برضو في الاكواب كده.
نصيحة بسيطة بس وانتوا بتصبوا كده ما تبقوش متسرعين زيي، لان انا تقريبا وقعت نصهم وانا شغال يعني، فالحمد لله كله خير. بعد ما صبيت الكمية كلها سواء الزبادي بالفراولة أو الزبادي السادة، هجيب أي خلة سنان كده وهيكون في فقاقيع فوق على الوش، هجيب خلة السنان كده وهبدأ أعملهم بيها عشان خاطر أنا عايز الزبداية يكون سطحها مساوي ويكون شكلها جميل كده وأملس وكل واحد. بعد ما خلصنا هنجيب أي صينية عندنا تكون غويطة شوية، مش غويطة قوي بس تكون غويطة كده تستحمل إن هي تشيل المية. وهنجيب المَيّة بتاعتنا اللي أنا قُلت لكم ولّعوا عليها، أنا مش عايزها تكون بتغلي، أنا عايزها تسخن بس، وهنبدأ ننزل بيها كده في الصينية من تحت، تكون يا دوب كده عند نُص الكوباية بالضبط، وزي ما أنتم شايفين أنا حطيت إيدي فيها أو صوابعي فيها وكنت مستحملها، إحنا بس عايزينها سخنة مش بتغلي. هنجيب بقى أي حاجة محكمة كده ونبدأ نقفل عليها. أنا كان متوفر عندي ورق الفويل ده، فبدأت جِبته كده وبدأت أقفّلها من كل الجناب كويس، واتأكدت إن مش داخلها أي هوا. أنت لو ما عندكش ورق فويل ممكن تجيب الاسترتش اللي هو بيكون شفاف ده وتقفل عليه برضه هيديك نفس النتيجة، بس تتأكد إن هو مش مدخل أي هوا ويكون محكم كويس. وبعد ما قفلت عليه كويس شغلت الفرن بتاعي 4 دقايق بالظبط وطفيته تاني وقمت مدخل الصينية فيه وهسيبها لتاني يوم الصبح. وجبتها تاني يوم الصبح كده وطلعتها وبدأت أفتح عليها، وده كان شكل الزبادي معايا أو كان شكل العظمة اللي أنا عملتها. هابدأ بقى أشيل كل الكوبايات اللي موجودة معايا دي وهاحطها في صينية تانية ما تكونش مبلولة. وده كان شكلها بعد ما سبتها تقريبا 12 ساعة في مكان محكم جدا جدا. والمفروض إننا أول ما نطلعها كده من الصينية اللي كان فيها مية دي مش هنطلعها كده زي ما أنا عملتها، لأ أنا عملتها كده عشان خاطر التصوير وعشان خاطر أوريكم إن هي إزاي طلعت ناجحة وإن هي جودتها مظبوطة جدا جدا. فالطبيعي اللي يحصل بعد ما طلعناها من الصينية اللي كان فيها مية هنحطها في التلاجة مش أقل من ساعتين. وبعد كده دوقي وبألف هنا عليكي وعلى ولادك أو على أصحابك أو على إخواتك أو على أي حد في العيلة. وانتوا والله لو عملتوا الطريقة زي ما أنا عملتها كده بالظبط هتطلع ناجحة وهتطلع أحسن من اللي أنا عملتها دي، وإن شاء الله هتجربوها وهتدعولي. ما تنسوش بس تدعولي ها. وإن شاء الله استنوني في ميعادنا من كل أسبوع يوم التلات ويوم الجمعة الساعة 2 بينزل فيديو. وده في الطبيعي في الأيام العادية، لكن في أيام رمضان إن شاء الله هعمل لكم وصفات وأكلات وحلويات على قد ما أقدر. وإن شاء الله في رمضان أشوفكم كل يوم. ويا ريت كمان تعرفوني إيه الوصفات اللي انتوا محتاجينها لرمضان أو الأكلات اللي انتوا محتاجينها لرمضان. وبس لحد هنا ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، وأتمنى إني أكون فدتكم. إن شاء الله أشوفكم على خير الفيديو الجاي.